بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الحمد لله الحمد لله، ومن يتوكل على الله فقد كفاه، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله حبيب الله ورسوله ومصطفاه. أيها الأحبة الكرام، نلقاكم إن شاء الله في هذه الحصة الثالثة من برنامج شاهية طيبة، وما زلنا مع محور أحكام الصيام، واليوم نتعرض إلى نقطة واحدة وهي استعمال أو حكم استعمال الأدوية في شهر الصيام، والذي هو موضوع تساؤل من كثير بل من كل الناس تقريبا. نقول وبالله التوفيق. الأمر الأول، السؤال الأول، القطرة في العين تفطر أو ما تفطرش؟ القطرة في العين في نهار رمضان جائزة ولا تفطر أبدا. الأمر الثاني يتعلق بها هي الكحول في العين يفطر ولا ما يفطرش؟ لا يفطر وهو جائز استعماله في نهار رمضان. قطرة الأذن تفطر ولا ما تفطرش؟ قطرة الأذن أيضا جائزة ولا شيء فيها. علاش هذوما جايزين؟ لأن العين والأذن ما هماش موضع منفذ رسمي وطبيعي للجوف، وبالتالي يجوز استعمالهم في نهار رمضان. النقطة الموالية قطرة الأذن. قطرة الأذن انتبه، الأذن تعتبر منفذ طبيعي للجوف، وبهذا إذا وصل الدواء الذي استعمل عن طريق الأنف إلى الحلق فإنه يفسد الصوم، ويعتبر الإنسان قد أفطر وعليه بإرجاع ذلك اليوم، لأنه كما قلنا الأنف منفذ طبيعي. البخاخ متاع الربو، الفشفاشة نقولوا نحن، اللي يستعملوها المرضى عافانا وعافاهم الله وشفانا وشفاهم الله، متاع الفدة. هل أنه البخاخة هذه الفشفاشة هذه يجوز استعمالها في النهار أو لا؟ نقول الأمر هنا يتعلق بمسألتين. شنو هو الموجود في البخاخة؟ ماذا تحمل هذه البخاخة؟ إذا كانت تحمل دواء فهي تفطر ويفسد الصيام وعليه بالقضاء. أما إذا كانت تحمل هواء أكسجين من أجل توسيع القفص الصدري وتوسيع يعني القدرة على الهواء، فهنا يعني لا تفطر واستعمالها صحيح ويجوز. البنج الآن المخدر، هل يجوز استعماله في رمضان أو لا؟ وهل يفطر أو لا يفطر؟ نقول البنج أو المخدر ننظر في مسألتين اثنتين أيضا. إذا كانوا بنج مخدر كامل الإنسان يغيب تماما عن الوعي فهذا يفطر ويفسد الصوم ولا يجوز استعماله. أما إذا كان البنج المخدر هذا موضوعي في مكان معين بحيث المريض الذي يعني يستعمل هذا المخدر لا يغيب عن الوعي، فإن هذا الإنسان نقول له يعني صومك صحيح ولا يعني تفطر وتستطيع استعمال المخدر الموضعي. وهنا نفتح قوسين، كما الاستعمال بالنسبة لمرضى الأسنان لتنظيف الأسنان أو لترصيصها أو لتقليحها. الأطباء متاع الأسنان كل ما استعملوا يعني علاج للأسنان إلا ويستعملوا مخدر موضعي بحيث الإنسان لم يعد يشعر بالألم في موضع الأضراس ولكنه يبقى على وعيه التام. هنا نقول هذا جائز، ويمكن لمرضى الأسنان أن يعالجوا أسنانهم بأي شكل ولو باستعمال المخدر في نهار رمضان، كما يمكن للسادة أطباء الأسنان أن يشتغلوا في نهار رمضان وما يغيروش عياداتهم إلى الليل. التحاليل الشرجية أو المفتول، استعمال المفتول في نهار رمضان أيضا جائز لأنه لا يصل إلى الجوف. الزرارق أو الإبر تعرف عنا بالزرارق. السيد عند الناس أيها الأحبة الكرام أنه يقول لك زرقة في العرق وإلا ما يشفي العرق،
والجواب ديما جاهز، رد بالك، إذا كان الزريقة في العرق راي تفطر، إذا كان مش في العرق راي ما تفطرش. وهذا خطأ شائع، لا معنى، نعم لا اعتبار ولا معنى لمكان وضع الإبرة ووضع الزريقة في العرق ولا خارج العرق، وإنما ننظر في محتواها. إذا كانت الزريقة تحمل دواء فقط سواء كانت في العرق أو خارج العرق فإنها لا تفطر، واستعمالها جائز في نهار رمضان ولا تؤخرها إلى الليل. أما إذا كانت هذه الإبرة، هذه الزريقة، تحمل فيتامينات مقويات، فهنا تولي تفطر، لأنه الإنسان ينجم يصوم مش شهر، ينجم يصوم عام كامل وهو يستعمل في حبوب مقويات أو في إبر مقويات، والأكل ما يأكلوش تماما ولا يجوع ولا يضعف ولا يصيبه أي شيء. إذن الإبر يعني هي الحكم فيها ماذا؟ كان تحمل فيتامينات راي تفطر، ما تحملش فيتامينات ما تفطرش. نصل إلى نقطة أخرى، تحليل الدم أيها الإخوة أيتها الأخوات. عندما نقول تحليل الدم ثم تحليل وثم التبرع. تحليل الدم نحن باش ناخذ عينة من الدم فقط، فيعني الإنسان هنا جايز وحلال وما يفطرش، وتنجم تعمل التحليل حتى في نهار رمضان وبعد ما تطلع الشمس تاخذ عينة وباش يحللوها، وهذا جايز لا بأس فيه وما يفطرش أصلا. لكن الغلط وين يقع؟ الغلط يقع عند الناس بين تحليل الدم والتبرع بالدم. التبرع يفطر ويفسد الصيام. ليش؟ لأن التبرع باش تعطي كمية كبيرة، والكمية الكبيرة قد تؤدي بك مباشرة حتى إلى التعب أو إلى الفشل أو إلى الإغماء. ولهذا نشوفوا نحن السادة الأطباء وقت اللي يعملوا عملية تبرع بالدم، يتسلموا عملية الدم هذيك مباشرة، يقولوا برا كل كعيبة يغورت، كل كعيبة كايك، كل حويج ديما خبز، طول برا كل حويجة باش ترجع الدم هذاك. وبالتالي تحليل الدم حلال وجائز وتعمله في نهار رمضان وأنت صايم. التبرع بالدم لا يجوز وهو يفطر. ولهذا العادة اللي عندنا في تونس حلوة برشا، احنا التونسي كريم وكل شيء يتبرع بالدم ويعطي الدم، ونشوفوا الهلال الأحمر يعمل سياراته دائما في الليل، في سهرات الليل وسهرات رمضان في الأماكن العامة وغيرها، وهذا جميل جدا وهذا الأصل وهذا اللي يلزم يكون. أخذ عينة من الكبد أو من الكلى، يعرفوها الطباء، عينة صغيرة باش يحللوها باش يعرفوا نوع مرض، هذا أيضا ينجم يكون فيه بنج موضعي كما ينجم ما يكونش، وسواء كان وإلا ما كانش هذا الأمر جايز ولا يفسد أي الصوم. وأيضا السادة أطباء الكلى وأطباء الكبد ينجموا يشتغلوا ويخدموا على أرواحهم وياخذوا العينة، ورب إن شاء الله يوفقهم. الاحتلام، الإنسان أن يحتلم الإنسان يخرج منه مني. الاحتلام يخرج بأمرين اثنين، إما من يغلبه الاحتلام عن غير قصد، رقد قيل في القائلة قام يلقى روحه محتلم، هذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. بعض الآراء تقول يقضي ذلك اليوم على وجه الاحتياط، ولكن الجمهور على أنه لا شيء عليه، اعتمادا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، أي ما يتحاسبوش ما يتكلفوش ما لا يكلفون، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ. أما إذا هو تعمد الاحتلام بأي شكل من الأشكال فيصبح في حكم الفاطر المتعمد، فعليه القضاء وعليه الكفارة. استعمال الطيب، العطر، البارفانات بكل أنواعها، هذه لا تفسد الصوم ولا تؤثر فيه، لأنها ليست لا أكل ولا شرب ولا تصل الجوف ولا تدخله، وبالتالي لا شيء فيه. معجون الأسنان دونتيفريس عنا، هذا يجوز استعماله مع الكراهة. الكراهة مناش خوف أن يتسرب الماء، إذا تحتاط أنت وما يتسربش الماء إلى الجوف متاعك تستطيع أن تستعمل يعني معجون الأسنان، ولا حرج في ذلك ولا إفطار في ذلك ولا يفسد الصوم أصلا. الحكم متاع الكراهية هو في الواقع لتنبيه الإنسان باش يحتاط ما يبلعش الماء، ليس إلا.
ومع معجون الأسنان نصل إلى نقطة أخرى. النقطة الأخرى ما هي؟ هي المضمضة، كثرة المضمضة حتى خارج الوضوء. إذا كان إنسان يعطش، يخدم في مكان حار ولا في مكان غبار وإلا يتكلم برشا أو شيء، ينجم يمضمض فمه مرات كثيرة ولا شيء عليه، مع الحذر من أن يتسرب الماء، فإن غلبه الماء فيولي عليه يعني قضاء ذلك اليوم ليس إلا. نقيطة أخرى، نقول نقيطة من باب التخفيف لأنها مشكلة هي، ولهذا خففنا فيها، تذوق الطعام بالنسبة للنساء عند إعداد الطعام. المرأة تبدأ خايفة، وخاصة إذا كان عندها رجل عصبي هكا وما يردهاش ويقلب الدنيا. الزوجة من ماضي 3 وهي في المطبخ وتحضر وتصنف وكذا، وبعد ذاك الكل يرحل على طريف ملح زايد ولا طريف ملح ناقص، كانت كوجينة تولي شيء آخر إلا كوجينة. لا يا أخي الكريم، أنت ما هي صايمة المسكين، ولأن الله يعرف أن هناك نوعية من الرجال من هذا النوع، فرخص الشرع للمرأة وأباح لها أن تتذوق الطعام مع الكراهة أيضا. ليش الكراهة؟ خوفا من أن يتسرب الطعام، ولهذا باش يكون التذوق يكون بطرف اللسان، واللسان حاسة الذوق بطرف اللسان، مش زاد هي تعمل مغيرفة وتعمل قديمة، لا راني نذوق، هي تذوق من هذه وتذوق من الأخرى، أشنو اللي بقى؟ كمل افطر خير والسلام عليكم كما يقولها. فلا، التذوق بطرف اللسان. نقطة أخرى وقد تثير جدلا، وحتى الجواب فيها قد يثير جدل، هو المكياج بالنسبة للنساء. وكثير ما نسمع عملت المكياج صحيح خلاص مشيت انت، عليك القضاء والكفارة والأحكام الكل. يا سادتي الكرام أرجوكم لا نخلط بين هذا وهذا. لا علاقة للصوم للمكياج بالصوم. المكياج عنده علاقة بشيء آخر، بالزينة والتبرج، وهذا موضوع آخر له حكم آخر قد نتعرض إليه إن شاء الله في مناسبة أخرى، زينة المرأة وغيرها. لكن فيما يخص الصيام، المكياج ليست له أي علاقة بالصيام، ولا يفسد الصيام ولا يؤثر فيه، وليس عليها لا قضاء ولا كفارة ولا أي شيء. وإنما كما قلنا علاقة المكياج بالزينة وبالتبرج موضوع آخر. السباحة والدوش، ونحن توا في فصل السباحة والدوش. السباحة الدوش الساعة إذا كانوا في البيت لا حرج فيه ولا إشكال ولا اعتراض، دوش ما شئت وكم من مرة شئت، المهم دائما احذر من تسرب الماء. السباحة في البحر هنا أيضا كما المكياج فيها برشا باش يقولك السباحة ما هو باش يشوف المرأة العارية، أن تنظر للمرأة العارية والمرأة غير العارية شيء، وحكمه بالصوم شيء آخر. أحبتي الكرام، أراه كل حاجة عندها حكمها، لا نخلط بين الأشياء ولا ندفع الناس لأمر بأمر آخر، أن يقول أراه هكا وصيام، لا. النظر إلى جسد المرأة العارية والنظر إلى هذا الاختلاط في البحر هذا شيء له أمر آخر يختلط به. أما السباحة في حد ذاتها مع لزوم التعفف إذا أمكن، ومع لزوم الابتعاد عن أماكن الاكتظاظ، ومع أخذ الحيطة، أمر جائز وحلال ولا يفطر، بشرط الانتباه أيضا إلى عدم ابتلاع الماء. ولا بأس أن نقول إذا كان مكانه فيه برشا اختلاط وفيه برشا نساء وفيه برشا إنسان يعوموا بغير هدوء، أنت ابعد على الشر وغني له وكاو، ولكن صومك يبقى صحيح. النقطة الثانية، النقطة القبلة الأخيرة هي القبلة بين الزوجين. هل أن القبلة تفسد الصوم أو لا؟ القبلة إن لم يترتب عنها أي شيء فهي جائزة ولا شيء فيها. أما إن ترتب عنها أن تصبح مقدمة لجماع، أو أن يصبح معها استمناء ومني وخروج مني وكل هذه المقدمات متاع الجماع، هنا تصبح من المكفرات التي تستوجب القضاء والكفارة. أما إن لم يترتب عنها أي شيء فلا شيء فيها. ولهذا الفقهاء يعني لهم فيها آراء بين الشيخ وبين الشاب الصغير. القيء الآن بلغتنا التونسية، سامحوني الرداد، إنسان باش يتقيأ، هنا اللي باش يتقيأ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا غلبه القيء، هو وجعاته بطنه،
واشتد به الألم وتقيأ غصبا عنه فلا شيء عليه، وينجم يعني إذا لم يغمى وإذا لم ما يتعبش وينجم يمضمض فمه ويرتاح شوي ويكمل صيامه، صومه صحيح ولا شيء عليه. أما إذا كان استقاء، شنو معنى استقاء؟ هو حاول باش يتقيأ، حس بأوجاع في بطنه، حس بها، قال يعمل صبعه في فمه وتقيأ. هذا الإنسان هو تقيأ في الواقع بسبب مرض مدفوع، ولكن كان عليه أن يصبر، ولهذا عليه بقضاء ذلك اليوم دون كفارة ويعيد اليوم فقط. أخيرا، الحائض إذا طهرت في وسط النهار، ظهر مضي ساعة مضي ساعتين، تأكدت أنها طهرت، هل أن هذه الحائض يعني ماذا تفعل؟ هل تغتسل وتصوم؟ نقول لها تغتسل للصلاة، أما الصوم لأنها لم تنوه قبل الفجر ولم تكن متأكدة قبل الفجر فإنها تواصل ذلك اليوم وتبدأ صومها من الغد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويبقى الحديث متواصلا في هذا المحور إن شاء الله. تقبل الله صيامنا وقيامنا وخالص أعمالنا، وشاهية طيبة للجميع.